السلام عليكم يا حبايب دفى البيت. والنهارده هنواصل مع بعض صندوق ذكرياتنا. بس الحاجه النهارده مش جوه الصندوق، ما ينفعش احطها جوه، هي من ذكرياتنا. حاجه هنفتكرها ممكن كلكم تعرفوها، في ناس ما تعرفهاش، بس اكيد في الارياف كله كان عارفها. وهنبتدي النهارده بحاجه جديده. ومعانا حاجه من التراث القديم، دي طبعا كلنا عارفينها. كانت في عندنا زمان بيقولوا عليها في النمليه، دي عدليه كده او بتاعه شوربه او بتاعه اي حاجه بتتحط فيها كده وتتغطى. ممكن السمنه الفلاحي كانوا بيعملوا فيها السمنه ويشيلوها فيها، ودي بقى اللي بنخزنوا فيها، او في حاجات تانية. دي كلكم عارفينها وموجوده، ممكن تكون موجوده في اي بيت. دي كانت بقى جايه لي هديه من واحده حبيبتي هنا في البلد، عطتهاني الله يرحمها يا رب، وفضلت عندي ذكرى منها جميله ومحتفظه بيها. اما دول طبعا كان في كل بيت زمان في حاجه اسمها الدولاب الصيني او البوفيه، ما كانش اسمه نيش، كان الدولاب الصيني. لازم تلاقوا في كل دولاب طقم العشاء، وخاصه هنا في الريف. لو شفتوا فيلم زمان بتاع العمده تلاقوه جايبين الشوربه والحاجات في الاطباق المتغطيه دي، طقم العشاء. تلاقي العريس يوم الدخله حاطين له هنا بقى الايه، البطايه دي بتاعه البطه او الوزه بتاعتي كبيره اهي. ده طقمي انا لما جيت اتجوز وجيت الفلاحين هنا، خالاتي قالوا لي لازم تجيبي طقم العشاء الصيني، عشان ما ينفعش ما تبقي عروسه هنا وما تجيبوش. فجبته. ودي بقى العدليه دي او الطبسيه او اللي انا بسميها بقى بتاعه الشوربه، سرفيز الشوربه دي للشوربه. ودي اطباق بغطا، مش عارفه موجوده حد عنده منها، انا جبت منها، بس بعد ما اتجوزت بطل الريف اصلا يجيب الحاجات دي. انما عندي انا موجوده طبق غويط اهو وبغطا، عشان يتحط فيه الاكل، يتغطى من الدبان ويفضل سخن. يقدموه يوم الدخله للعريس كده، او لو مناسبه عندهم جامده لازم يطلع طقم العشاء. اما بالنسبه لقريتنا بقى ففي عاده لطقم العشاء دي، معرفش في قرى تانية بتعملها ولا لا، بس عاده حلوه قوي بصراحه. يوم المعزه اما يكون عندنا حد ميت او في عزا، تلاقي كل البلد كله في قريتنا وقت العزا ما بيبقاش بس مواساه، مش بنواسي اهل الميت وبس، لا بنجهز اكل كمان، ويتحط في الطقم الصيني ده ويطلع على صينيه كبيره. كل ست، كل بيت، كل ست فيها تطلع بالصينيه دي عشان تواسي اهل الميت، وكمان تتضامن معاه ويبقى فيه تعاون. حاجه جميله في بلدنا، كنت بشوفها وانا صغيره اما انزل زياره للبلد، ولحد الان اتجوزت وعشت فيها والاقي الصواني بتطلع. يجي ناس غريبه تعزي ياكلوا، ناس من بلاد تانية تاكل، واهل الميت لازم ياكلوا طبعا، عندهم ميت وحزانه، يبقى لازم نقعدوهم على الصينيه، وكل واحده تاخد صينيتها وتروح بيها على الجامع. الرجاله تيجي من الصلاه من الدفنه يجوا على الجامع، كله يمسك فيهم ورجالتهم يمسكوا فيهم، لازم كل راجل عامل من بيته صينيه، لازم المعزه يقعدوا ياكلوا من على الصينيه. وبعدين تتاخد الصينيه تروح عند اهل بيت الميت، ياكل الاطفال والحريم بتوع العزا اللي ما كلوش، طبعا عندهم معزه وبيعيطوا. فدي ظاهره حلوه قوي في بلدنا وجميله جدا كمان. هوريكم، احاول اوريكم شكل ليها دلوقتي من قريب ازاي بيطلعوا بالصينيه. يلا بينا. ودي صينيه، انا جايبه صينيه صغيره، صينيه العشاء بتبقى اكبر من كده والومنيا، حاجه كبيره مقاس كبير. بيتحط عليها بقى ايه، مثلا لو انا بيتودى دايما على الصينيه فراخ وسمك شوربه. طيب لو انا هودي سمك، بيتحط السمك المشوي مثلا في الطبق ده، كام سمكه هنا وبتتغطى كده، وكمان اجيب طبق كمان وبيتحط كده كده تمام، وتحط فيه السمك. وبعدين بيتجاب حاجه عدليه زي دي من غير غطا يتحط فيها الرز، وبتجاب قارب سلطه وطبق فاكهه، ممكن طبق زي ده كده محمره بطاطس، بحط طبعا الصينيه اكبر من كده اللي بيشيلوها، فبتبقى بتاخد كل حاجه، بطاطس متحمره او شيبسي زي دلوقتي، مخلل، جبنه قديمه، وعيش من التبطيط بقى بيتحط على الوش. واهم حاجه كان لازم بيتجاب صابونه بورقتها، لازم تتحط على الصينيه عشان لما ياكلوا يغسلوا ايديهم. انما لو مش سمك ممكن تبقى ايه، لازم يا فراخ يا بط، انتوا بتكرموا كانك عامل مناسبه، فبتحط الشوربه في دي، وممكن الرز نحطه في دول، او ما بلاش مكرونه لان في المعزه ما بنعملوش مكرونه هنا. وبرده طبق فاكهه وطبق جبنه قديمه وطبق مخلل وسلطه، والصابونه معانا.
دي كانت ايه الطقوس بتاعتها. واللي يفتكر حاجه تانية يقول لي. انا طلعت مرتين بس ما عرفتش اشيلها، عشان ما بعرفش اشيلها. في حد كان بيجي ياخدها يشيلها. طبعا بقى بيعملوا ايه، كان عندهم بشاكير جميله جدا. البشكير بتاع فرحها دايما شايلاه، واحد بتستعمله وواحد لصينيه المعزه دي. دي فوطه صغننه عندي انا، يعني بشبهها زي البشكير كده مثلا. هو البشكير اكبر، بتتنيه كده وبتجيب دبوس زي ده كده، وبتجيب ورقه يتكتب عليها اسم صاحب البيت اللي مطلع الصينيه، عشان يتعرف صينيه مين وهي راجعه تروح بيها على البيت. وتمسكها بالدبوس كده بالورقه اهي. انا اتجوزت ومعايا الطقم ده، استعملناه في بيت العيله مع بعض. لما كانوا يطلع معزه انزل اعمل معاه. في ناس شحتته مني بطلوا يجيبوه، بس انا بعتز بيه، فرحانه قوي ان انا جبته. طقم جميل ينفع برده في البيت اقدمه وجبه اكل واغطيه لو جاي ضيف، شكله جميل. وتطلع بقى بالصينيه، طبعا صينيه اكبر من دي جدا، كل الطباق عليها، الفاكهه، كوز الميه والكوبايه موجود برده. وبتعمل حوايه على راسها، عارفين الحوايه اللي زمان كنا بنعملها نشيله عليها، وتشيل الصينيه وتمشي بيها في البلد لغايه ما توصل عند المعزه، تاكل الرجاله وبعدين ينولوها لها الرجاله باسمها طبعا بتتعرف، تروح بيها اهل الميت ياكلوا ويرجعوا. ده بالنسبه للغداء. ممكن في العشاء ناس بتعمل صينيتين في اليوم، ولو الميت قريب منهم بيعملوا كمان تاني يوم. ودي من الحاجات الجميله قوي في قريتنا، من احلى الحاجات. كانوا بيشيلوها على دماغهم ويمشوا بيها لحد البيت، وده بصراحه مشقه بس جميله. ولحد الان الظاهره دي موجوده عندنا. كل بيت كان بيشارك بصينيه يا جماعه اكل المعزين واهل الميت، كأن البلد كلها بتقول احنا معاكم. دلوقتي الطقم ده ممكن يكون ذكرى، بس ليه ريحه وشكله ولمسته بتفكرنا بايام كانت القلوب اقرب. طقم العشاء الصيني مش مجرد اطباق، دي حكايه كرم يا جماعه، ومشاركه واصول من زمن الطيبين. والحمد لله مازال في قريتنا لحد الان. بحمد ربنا ان انا بشوف الظاهره دي على طول. ودي اجمل ذكرى حبيت اشاركها معاكم. اكيد في بلاد حوالينا هتقولي عندنا كده او بنعمله اكتر من كده. احنا نظامنا كده هنا، بنطلع الصينيه وعليها الاكل. في بلاد بتعمل حلل معرفش، بس انا بحب النظام ده قوي، حبيته في بلدي قوي، وانبسطت من مشاركه اهل بلدي قوي. ولو وصلتوا لهنا، واللي مش مشاركني او مش متابعني يا ريت يتابعني ويعمل لي اشتراك للقناه. ويا ريت لو عجبكم وعايزيننا نكمل تكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم.